كل الصور تستهلك وتستثمر لتشغل زمنا يسد الوقت في تقارير الملف السوري كما يسمونه، وهذه إحدى المشاهد على أنها من المظاهرات التي ينشدونها. ولكن كيف ترفع صورة الرئيس الأسد في هذا الجمع إن كان الجمع مظاهرة كما وصفته المحطة؟ وكالعادة نحن نسأل ولا نجيب. شهود يوم الجمعة بتاريخ 24 من حزيران كسابقيهم شهاداتهم أعدادها بلا سقوف، وحتى المحطة التي تثلج قلبها ضخامة الأعداد لم تصدق. هل تستطيع أن تقدر عدد المشاركين في مظاهرة اليوم؟ والله أنا عم أدوم بال 400 إلى 500 ألف متظاهر، الأعداد ضخمة. سيدي، هل يمكن أن يخرج من مدينة حماة وحدها نصف مليون متظاهر؟ يعني كل المحافظة طلعت، لكن مين اللي طلع بمسيرات الثلاثة اللي قبله؟ على أي حال لم يكن الوحيد، فالمسجد بات يتسع في شهادة غيره لأكثر من 15,000. طلع من 10-15 ألف منهم من جامعة السرجاوي، عم توصل على ساحة العاصي بحدود 100,000. حتى المذيع احتج عليه على مبدأ يطول بالك مو لهالدرجة. يعني هذه أعداد كبيرة، هل تتسع المساجد في حماة لكل هذه الأعداد؟ تقول 15,000 يخرجون من مسجد واحد. ومما لفت النظر في إفادة الشاهد عمر هو ما زل به لسانه فيما يتعلق بإجبار مشايخ وأئمة المساجد على الدعوة للتظاهر. وإذا ما عملوا هيك الناس بالجوامع تشتمهم، يعني الشيخ اللي ما بيخطب وبيدعموا وبيساند المتظاهرين الناس بتشتمه. والأعداد لم تكن عشوائية على لسان الشهود فقط، فها هي رأس هرم محطات الأخبار في العالم العربي، مذيعتها تعلن عن شهيد بينما المكتوب لم يرضى بأقل من 5. نحن ما زلنا حتى هذه الساعة نذيع خبر مقتل شخص واحد فقط في الكسوة في ريف دمشق. هالمرة ما حنقول عجقة شغل، فذلك لا يبرر رفع عدد من فقدوا حياتهم. بعد ذلك تم النداء للشاهد التالي. سيدي، أنا أسألك، هل شاهدت بعينيك إطلاق نار؟ اليوم لم أتلقى هذا الشيء، لكن اليوم وصلني من شاهد عيان. شاهد عيان؟ شاهد عيان يشهد لآخر. كنا بواحد صرنا باثنين. مجرد خروج المتظاهرين من جانحة الآن أسمع إطلاق نار. الآن هلأ سمع؟ المذيع يسأل. الآن تسمع إطلاق نار قريب أم بعيد؟ وهو يجيب قريب سيدي. لكن اللي بيجنن إنه المشكلة عند كل شهود العيان، إطلاق النار قريب لكن ما حدا سمعان غيرهم. نحن هنا لا ننفي حصول إطلاق نار في أرجاء البلاد، فكيف لا يحصل إطلاق نار وعلى أرض سوريا مثل هؤلاء؟ من يسأل أين المسلحون في سوريا هذا هو الجواب في الصور التي ننقلها عن شبكة DNN، والصوت بلهجة سورية لمن قد يشكك أنهم ليسوا في سوريا. يا أخي نحن بنقدر نوصل هناك، بنقدر نوصل من هون على محطة الغاز، بنقدر نوصل. شو بدنا؟ ما بدنا حدا. ولا بده المحطة اللي هون نقدر نوصل يا أخي. هون ثابت. هاي المحطة اللي هون. قول الله يبارك فيك أبو شعيب، اللي لقينا حترم الغاز يا أبو شعيب. قال له حترم الغاز على هيدي. نحن بنروح من هون. لا رمبة الغاز. لا الله أكبر. أبو أحمد بعيدة. بعيدة. وإن كانت هذه الصور وجها، فإليكم الوجه الآخر المتمثل في هذا المقطع لضباط الأمن العسكري الذين كانوا محاصرين في بنائهم في جسر الشغور، وهذا قسم منهم مرابط على السطح ينتظر مصيره بمعنويات عالية، يرقصون الرقصة الأخيرة. هذه الهامات بعد ساعات أضحت جثامين شهداء ذبحوا بلا رحمة. حيهم أبو علي، حيهم. حياك أبو علي، حياك. عيونك. حيهم. ذكاء. ارفع البارود هيك خليها تلمع لمع. يجوك الشباب.
نشوف الشباب من تحت. وهكذا فإن مسلسل شهود العيان مستمر، ووكالة الأنباء وفضاء